خافي سهران مع حبيبته في مكان حلو وعاوز يتكلم معاها في حاجه مهمه، بس هي حاسه انه مش على طبيعته النهارده وان في حاجه متغيره، ولسه جاي يقول لها هو كان عاوزها في ايه بس ملحقش عشان في واحده اسمها سيلفيا جت ودخلت تتكلم معاه، وطلع انه كان يعرفها من قبل كده، ودخلت كلمت حبيبه خافي وبتقول لها ان هي وخافي كانوا يعرفوا بعض وكانوا هيدخلوا في علاقه، بس هو سابها بعد ما اتعرفوا بيوم واحد، وقالت لها انه جابها في نفس المكان ونفس اليوم برضه كان يوم الجمعه، وساعتها قال لها ان هما مش هينفع يكملوا مع بعض عشان لو دخلوا في علاقه فهتبقى علاقه فاشله، وهو حاسس ان هيحصل مشاكل جامده وكده كده الدنيا مش هتمشي، وهيعمل معاكي دلوقتي نفس اللي عمله معايا، ودي الحاجه اللي كان عاوز يقولها لك، هيقول لك ان انتوا مش هينفع تكملوا مع بعض. بس حبيبه خافي قالت لها ان مفيش ما بينها وما بينه مشكله عشان يسيبها، وهم اصلا لسه متعرفين بقالهم يومين او حاجه. قالت لها ما انا فاهمه كويس، هو ما حصلش ما بينكم مشكله وانت مبسوطه معاه، لكن هو على طول بيعمل كده وبينهي العلاقه من قبل ما تبتدي. وخافي قال لها انا فعلا كنت هقول لك كده، واحنا علاقتنا مش هيبقى ليها مستقبل، واحسن حاجه لينا احنا الاثنين ان احنا ننهي العلاقه دي من البدايه. طبعا كلامه مستفز قوي، خلاها دلقت الحاجه اللي هي بتشربها في وشه، وبعد كده سابته ومشيت. وفي حاجه بتحصل لخافي، الحاجه دي ابتدت معاه لما كان في المدرسه وعنده 18 سنه. اول بنت حصل ما بينها وما بينه اعجاب كانت معاه في المدرسه، وساعتها اكتشف انه لما بيبوس اي بنت اول بوسه بيقدر انه يعرف كل اللي هيحصل في المستقبل لو ارتبط بالبنت دي، وبيشوف العلاقه ما بينهم في المستقبل هتبقى كويسه ولا هيحصل مشاكل، وفعلا كل اللي بيشوفه بيتحقق. والبنت اللي كان معجب بيها في المدرسه سابته وحصل بالظبط زي ما شاف اول ما بسها. وبعد كده لما كان في الجامعه حاول يتعرف على واحده تانية، ولما بسها اول بوسه حصل نفس الحكايه، وشاف انه لو كمل في العلاقه وسافر معاها هيغمى عليه في الرحله دي وهتحصل له مشكله جامده، فعلى طول سابها وبينهي العلاقه من قبل ما تبتدي. وكل ما بيجي يرتبط باي واحده بيشوف في المستقبل نفس الحكايه، وان العلاقه ما بينهم هتفشل، ولغايه دلوقتي هو مش لاقي واحده مناسبه عشان يرتبط بيها وتكون بتحبه بجد. خافي عامل البيزنس بتاعه الخاص وعنده مكتب لنشر الكتب والروايات الادبيه. كان موجود في الشغل لقى ان روبرتو عدى عليه، وروبرتو ده يعتبر صاحبه الوحيد وخافي بيحبه قوي. روبرتو بيقول له انه يعمل حسابه النهارده عشان هينزل ويسهر معاهم، ولوسيا اللي هي حبيبه روبرتو هتبقى موجوده، وهيخليها كمان تجيب واحده صاحبتها عشان تقعد مع خافي. وخافي قال له انه مش عاوز يجي عشان ما بيحبش الجو ده، بس روبرتو اكد عليه ان لازم يكون موجود عشان لو ما جاش هيزعل منه. قابل واحده اسمها سنسوليس، دي مؤلفه وخافي مخليها تالف له كتاب، بس واخده وقت طويل ولغايه دلوقتي لسه ما خلصتوش. وخافي بيقول لها ما ينفعش كده، لازم تخلص الكتاب على طول عشان يستلموا منها وينزلوا السوق. سنسوليس دي كانت الفت كتاب زمان، الكتاب ده نجح جامد والناس كلها كانت بتحبه، بس بقالها 10 سنين كل ما بتحاول تعمل كتاب تاني بيبقى فاشل، والموضوع ده تعب لها نفسيتها قوي لان مفيش حد عاوز يشغلها معاه، بس خافي هو الوحيد اللي كان واثق فيها. بالليل اتقابلوا كلهم وقاعدين في مطعم بياكلوا مع بعض. ليسا اللي هي حبيبه روبرتو دي اللي قاعده جنبه، وجايبه معاها صاحبتها في الشغل دي اللي قاعده جنب خافي. ليسا بتقول لخافي ان المفروض يدي فرصه ويسمع راي الناس في الكتب اللي هو بيعملها عشان يحسن المبيعات بتاعته. وحصل ما بينهم اختلاف لان هي مش حابه طريقته في الشغل، وهو مش قابل منها الكلام اللي بتقوله، فشدوا مع بعض شويه. روبرتو قال لهم اهدوا شويه عشان احنا مش جايين نوجع دماغنا ونتكلم في الشغل، احنا جايين نقعد مع بعض وننبسط. خلصوا اكل وطلعوا من المطعم، وليسا وصاحبتها بيقولوا لهم ان هم عاوزين يروحوا الديسكو عشان يشربوا حاجه ويكملوا السهره بتاعتهم. روبرتو قال لهم ممكن تسهروا انتوا بس انا لازم امشي عشان عندي شغل الصبح، وسلم عليهم وسابهم بقى عشان يكملوا سهرتهم مع بعض ومشي. هم دلوقتي في الديسكو وصاحبه ليسا عماله بترقص، وليسا وخافي واقفين بيتكلموا سوا. خافي بيقول لها انا ملاحظ ان انت مش طياني خالص ومش عاوزاني ارتبط بصاحبتك. قالت له دي حقيقه عشان انت ما بتدخلش مع واحده في علاقه وبتكملها، كل ما تيجي ترتبط بواحده ما بتاخدش الموضوع بجد وبتسيبها من اول او تاني يوم، وانا خايفه على صاحبتي منك عشان ما تعملش فيها زي اللي عملته في اللي قبلها. بعد كده استر صاحبتها جت شدتهم هما الاثنين عشان يرقصوا معاها، كانت سكرانه وبست خافي، فشاف في المستقبل ان استر وهم طالعين من الديسكو هتبقى تعبانه وهترجع عليه وهتبهدل له هدوم، وفجاه مسكت خافي ولوسيا وخلتهم هما الاثنين يبوسوا بعض. فشاف في المستقبل ان هو هيبقى موجود مع لوسيا في بيت ما يعرفوش، ومتعلق على الحيطه لوحه مرسوم فيها بنت وماسكه عصايه في ايديها، وهيبقوا هما الاثنين بيحبوا بعض قوي وهيخلف منها توأم. بس فجاه استر بعدتهم عن بعض وملحقش يكمل باقي الاحداث اللي هتحصل في المستقبل. لما طلعوا بره الديسكو حصل نفس اللي شافه بالظبط. استر كانت تعبانه ورجعت، بس هو عشان كان فاهم اللي هيحصل فبعد عنها عشان هدومه ما تتبهدلش. هما دلوقتي موجودين في البيت بتاع استر عشان كانت تعبانه ومش قادره تمشي لوحدها، فوصلوها البيت. لما بص على الحيطه فلقى موجود نفس الصوره بتاعت البنت اللي شافها لما بس لوسيا. قعدوا يتكلموا شويه مع بعض، وقالت له انا اسفه ما تزعلش مني على الكلام اللي كنت قلته لك لما كنا في الديسكو. تاني يوم بالليل نزل قعد في مكان عشان يشرب حاجه. البنت اللي شغاله في المكان دمها خفيف وقعدت تتكلم وتهزر معاه، وقالت له ما تدفعش الحساب انا عازماك على الكوبايه اللي قدامك دي. طلعت وقعدت جنبه وعرفته على نفسها، بتقول له ان اسمها اريانا، وطلبت منه انه يقعد يتكلم معاها شويه عشان هي زهقانه ويحكي لها على البنات اللي كان يعرفها، بس قال لها انه لازم يمشي دلوقتي عشان لسه ما كلش حاجه طول اليوم، فطلبت منه يجي معاها البيت وهي هتاكله كريب ما كلوش في حياته كلها.
كلها. وصلوا البيت وكانت بتشوف الجهاز اللي بيعمل الكريب موجود فين، وفجأة في واحد جه وطلع اصلا ان البيت ده مش بتاعها، ده بيت واحد هي كانت مرتبطة بيه قبل كده اسمه انطونيو. قال لها انت ايه اللي جابك هنا؟ فقالت له انا جايه عشان اخد جهاز الكريب بتاعي. قال لها طب سيبي الجهاز مكانه وما تاخديش حاجه وامشي اطلعي بره البيت بتاعي انت واللي جايباه معاكي كده. بس هم خدوا الجهاز وطلعوا يجروا بسرعه وقعدوا يضحكوا على الموقف اللي حصل. سالته لو في بنت في حياته وبيحبها. قال لها في واحده انا معجب بيها بس اعز اصحابي بيحبها وانا متاكد ان هي مش بتحبه بس هو مش فاهم كده، هو فاكر ان هي بتحبه. وخافي متاكد من الكلام ده عشان هو شاف المستقبل. قالت له انت لو بتحب صاحبك وعاوزه يبقى مبسوط في حياته فلازم تفهمه ان البنت دي مش بتحبه وان في ما بينهم اختلافات هتخلي العلاقه تبقى فاشله، فبدل ما يضيع وقت يشوف واحده تانية تكون مناسبه معاه. خلصت كلامها وسلمت عليه وسابته ومشيت، ولا عملت له كريب ولا اكلته اي حاجه. تاني يوم سمع كلام اريانا وقابل روبرتو وقعد بيتكلم معاه وبيحاول يفهمه وبيقول له ان هو شايف ان في اختلاف ما بينه وما بين لوسيا، وان لو هي مش مناسبه معاه فعادي جدا انه يشوف واحده تانية. بس روبرتو بيقول له انه مفيش مشاكل ما بينهم وان هو بيحبها والدنيا تمام. وفي الشغل روبرتو راح للوسيا وجاب لها خاتم عشان يرتبط بيها بشكل رسمي، وصاحبتها وكل اللي موجودين معاها في الشغل واقفين بيبصوا عليهم وكانوا متوقعين ان هي هتوافق. بس اللي حصل ان هي كسفته قدام كل الناس ورفضت ترتبط بيه. روبرتو مشي بعد اللي حصل وهو مصدوم وقافل على نفسه الاوضه، وخافي قاعد بيكلمه عشان بيحاول يخليه يفتح الباب. روبرتو طلع وبيقول لخافي انت حاولت تفهمني ان هي مش بتحبني بس انا طلعت غبي وحطيت نفسي في موقف مش حلو وما فهمتش كلامك في ساعتها. قعد يعيط فخافي خده في حضنه وعمال بيطبطب عليه وبيحاول يخليه يهدى. كل ده روبرتو ما يعرفش اي حاجه عن اللي بينها هي وخافي وان هما الاتنين معجبين ببعض. خافي بيتكلم مع لوسيا وبيقول لها ان لو في فرصه ان هي تحب روبرتو فترجع له تاني عشان بعد ما سابته حالته النفسيه ما بقتش كويسه خالص. فقالت له ان هي اكتشفت ان هي ما كانتش بتحبه فعلا وكان لازم ينفصلوا عشان ده احسن ليهم هما الاتنين. سونسوليس خلصت الكتاب اللي كانت بتالفه وبعتته لخافي، بس خافي الاول عاوز يتاكد ان الكتاب ده كويس قبل ما ينزله السوق. فخد الكتاب واداه لوسيا لان هي شغاله في تقييم المنتجات، يعني بتعمل لها ريفيو لو في منتج معين عاوزين يتاكدوا منه قبل ما بينزلوا السوق. هي بقى مسؤوليتها ان هي تشوفه كويس ولو في اي عيوب او كده بيعملوها. الناس اللي مع لوسيا دلوقتي مسكوا الكتاب وشافوا كل حاجه فيه وبيقولوا من الاحسن ان هم يعدلوا النهايه عشان النهايه اللي موجوده دلوقتي مش حلوه قوي، عاوزين حاجه تبقى اجمد من كده وتخلي الناس اللي بتقرا الكتاب يبقوا مبسوطين. خافي كان مبسوط قوي باللي بيحصل ده وحضن لوسيا عشان هي ساعدته انه يكتشف العيوب اللي موجوده في الكتاب قبل ما ينزلوا السوق. هما كده بيقربوا من بعض اكتر وراح معاها البيت ودخلوا في علاقه، بقوا يتقابلوا على طول وينزلوا مع بعض وخدوا هما الاتنين بيت عشان يقعدوا فيه. كان واقف على الباب قبل ما ينزل الشغل الصبح وبيهزر مع لوسيا وما كانش واخد باله ان في واحد من الناس اللي ساكنين جنبه كان واقف وشايل ابنه الصغير وعمالين بيبصوا عليه، وابنه حاطط صباعه في بقه وعمال بيبص لهم وبيضحك على اللي هما بيعملوه. وهو ماشي قابل اريانا وقالت له ان هي اتطردت من الشغل بتاعها وخدته معاها البيت وطلعوا قعدوا في حته عاليه وبيتفرجوا على المدينه من فوق. وسالته انت عملت ايه في حبيبه صاحبك اللي انت بتحبها؟ قال لها ان هم سابوا بعض وانا وهي لسه علاقتنا بتبتدي، بس انا متاكد ان احنا هنبقى مبسوطين سوا ومش هيحصل مشاكل. فقالت له طب انت عرفت منين بقى ان انتوا هتبقوا مبسوطين مع بعض؟ ممكن عادي جدا ان يحصل ما بينكم اختلافات وتبقى انت غلطان في العلاقه دي وتكون هي مش مناسبه معاك. قال لها مستحيل ده يحصل لان انا بقدر احدد لو العلاقه هتبقى تمام ولا لا من اول بوسه. قالت له لا بقى الكلام ده انا محتاجه انك تثبته لي، ممكن ان احنا كمان نطلع بنحب بعض او حاجه. فطلبت منه انه يبوسها ويثبت لها كلامه انه بيقدر يحدد لو العلاقه هتبقى تمام ولا لا من اول بوسه زي ما بيقول. اول لما بسها ما كانش شايف اي احداث بتحصل في العلاقه زي ما بيشوف على طول، والموضوع ده اول مره يحصل. هو على طول كان بيشوف الاحداث اللي بتحصل في المستقبل، بس كل اللي شايفه مكان ضلمه وان هم قاعدين على نفس المبنى العالي اللي موجودين فيه دلوقتي. قال لها انه ممكن يحاول تاني بس الموضوع ده مش هينفع لانه مش هيقدر يشوف اي حاجه بعد اول بوسه. كان متضايق ومش فاهم ايه اللي بيحصل فقام عشان يمشي. روبرتو عند خافي في الشغل وبيقول له ان حالته النفسيه لسه مش كويسه ومش قادر ينسى لوسيا، وهو بيتكلم شاف صوره خافي ولوسيا على الكمبيوتر فاتضايق وسابه ومشي. طلع وراه عشان يكلمه ويخليه ما يزعلش وبيقول له انه شاف في المستقبل ان هو ولوسيا هيبقوا مع بعض وان روبرتو لو كان كمل معاها فالعلاقه بتاعتهم هيحصل فيها مشاكل. وخافي بيقول له ما انت عارف ان انا بقدر اشوف المستقبل وبعرف الحاجات اللي هتحصل في العلاقه. فروبرتو قال له انا كنت باخدك على قد عقلك في موضوع المستقبل ده وانت صاحب مش كويس. راح لسونسوليز وعمال بيتخانق معاها عشان اكتشف الكتاب اللي هي عاملاه سرقاه من كتب تانية. قالت له فعلا انا كنت مقلده كتب تانية عشان ما كنتش لاقيه حاجه اكتبها، وجاب لها اريانا عشان تساعدها ان هي تكتب كتاب تاني عشان اريانا بتسافر وبتلف العالم في حياتها يبقى فيها مواقف كتير هياخدوا منها ويحطوا في الكتاب.
لما روح البيت كان لوسيا عامله له مفاجاه وجايبه اصحابه عشان يحتفلوا بعيد ميلاده، بس كانت ملاحظه ان هو ما اتفاجئش وزي ما يكون كان عارف ان هي هتعمل الحفله دي، فسالته هو انت كنت تعرف ان انا جايبه اصحابك وعامله لك عيد ميلاد؟ هو طبعا كان شايف ده في المستقبل بس خبى عليها لان لو حكى لها مش هتصدقه، وقال لها انه فهم ان هي عامله له عيد ميلاد لما شاف عربيه بتاعت واحد من اللي كانوا موجودين كانت واقفه تحت. اريانا قاعده مع سونسوليس وعماله بتقول لها على المواقف اللي كانت حصلت لها عشان يعملوا الكتاب، وسونسوليس شايفه ان المواقف اللي اريانا عماله بتحكيها دي مش هتبقى حلوه، وهم قاعدين بيتكلموا فبتحكي لاريانا عن قصه حب كانت حصلت لها قبل كده، واريانا قالت لها ان الموضوع ده كويس ان هي تعمله في الكتاب. سونسوليس كانت خايفه ان هي تعمل كده بس اريانا قالت لها ما تخافش وتبقى واثقه في الموهبه اللي عندها، واريانا حطتها قدام الامر الواقع عشان تخليها تكتب الكتاب من جديد، ومسكت كل الورق اللي كانوا كاتبينه ورمته في الهواء. خافي وروبرتو كانوا في مكان واتقابلوا بالصدفه واتكلموا سوا. في الاول روبرتو كان زعلان جامد بس بعد كده اتصالحوا مع بعض ونسيوا كل اللي حصل. خافي لقى ان في اختلافات جامده ما بينه وما بين لوسيا وان الاحداث اللي هو شافها في المستقبل دي في الواقع دلوقتي مختلفه، واتفقوا ان هما الاتنين هيتقابلوا مع روبرتو ويقعدوا ويتكلموا كلهم. خافي بعت رساله للوسيا وقال لها انه مش هيقدر يجي عشان عنده شغل، وان هي تقابل روبرتو وتقعد تتكلم معاه براحتها، وهو كان قاعد مستخبي في مكان كده الناحيه التانيه وشايفهم هما الاتنين مع بعض. قابلت روبرتو وقعدوا يتكلموا سوا وقال لها ان في حاجات كتير في حياته اتغيرت من بعد ما هي سابته، وبقى يسافر ويلف العالم وبيعمل حاجات هي بتحبها، فانبسطت من الكلام اللي هو بيقوله ده، وقالت له ان هي استعجلت لما سابته وارتبطت بخافي. معنى الكلام يعني ان هي مش مبسوطه مع خافي وعاوزه ترجع لروبرتو تاني، وقامت حضنته وشكلهم كده هيبقوا مع بعض تاني، وخافي هو اللي ادالهم الفرصه دي ان هم يقعدوا مع بعض تاني ويتكلموا ويتصالحوا، لانه كان حاسس بالذنب بعد اللي عمله في روبرتو، وبيقول انه فضل حياته كلها بيدور على قصه حب تكون بجد، وبعد مده طويله لقى قصه الحب دي، وقصده على روبرتو ولوسيا عشان هما طلعوا بيحبوا بعض بجد. خافي عامل حفله بمناسبه ان سونسوليس خلصت الكتاب الجديد اللي هي بتعمله، والناس كلها كانت مبسوطه بيه، وروبرتو ولوسيا جم الحفله دي وعزموا خافي على الفرح بتاعه. خافي دلوقتي واقف مع اريانا وبيقول لها ان هو بيحبها، وهي كمان باين عليها ان هي بتحبه. هتلاقيني سايب لك اسم الفيلم وكل التفاصيل في اول تعليق. اشترك في القناه وفعل الجرس، واحلى سلام عليك يا بشواتي.